انا سعيد، يمكن اسعد مدرب يمكن في القاره وربما في العالم، لانه يمكن يوم تاريخي بالنسبه لنا. وانا دائما اؤمن على انه عمل جماعي صراحه. كل الشكر وكل التقدير للاعبين اللي اليوم صراحه كانوا في واحد المستوى عالي. الخصم لم يكن بالخصم السهل، لكن احنا امنا على ان عندنا حظوظ. ويمكن الخطاب اللي كان يوم امس وكلمه السيد جاتي امس هو انه يجب ان لا نبالغ في احترام الخصم اكثر من اللازم. يجب ان نؤمن على عندنا حظوظ، والحمد لله انا شفنا اليوم على انه يمكن اكبر الفرص في عدد كانت في صالح منتخبنا، والحمد لله يعني هدفين امام كوريا ليست بالسهل. الحمد لله تنتمنى اننا نستمروا في هذه الانتعاشات وفي هذا الايمان وفي هذه الثقه الكبيره، على اساس اننا نكونوا حاضرين. تعال. بس سؤال اخير قبل ما تمشي، خليك معي. فزت بالتشامبيونز ليج الافريقي، فزت بالكونفدراليه، فزت بكاس افريقيا للمحليين، فزت بالدوري القطري، فزت بكل شيء. هل هذا اهم انجاز بالنسبه لك في مسيرتك الكرويه صراحه؟ وصراحه يعني كل انجازات مهمه، لانه دائما تاتي بالصعوبه وبالعمل الجاد وبالضغط. وانا اظن انه اليوم هذا انجاز انا اظن ممتاز بنا، باعتبار انه انجاز اللي هو قاري. لكن انا اظن كل الانجازات الاهم فيهم هو انك تستمتع او ربما تحصد المجهودات اللي قمتي بها انت والمجموعه، وهذا تيبين الاهميه والثقه ديال التاثير وديال العمل اللي هو جاد. الحمد لله انه اليوم في واحد المستوى اللي هو كبير، وان شاء الله تكتمل الفرحه ان شاء الله بانجاز كبير ان شاء الله. نقطة أخيرة، قبل تقريبا 20 أو 23 سنة وكانت معك في الباص وكنت توجه نهائي كأس العالم، كنت أصور في الفيديو اللي كان مركز حسين معك نقاط بعد ما فوز، حققت أول لقب لنادي قطر من 25 سنة. نادي قطر صحيح، وفي نفس السنة طلعت الثاني في الدوري. صحيح. لقب كان جدا ممتاز، وكان ربما رجوع نادي قطر للواجهة بعد يمكن الغياب اظن يمكن اكثر من 15 سنة بدون القاب، ورجعنا بقوة. ولكن دائما انا صراحة أؤمن بالعمل الجماعي. الحمد لله رب العالمين. يا دياب كابتن محمد، مبروك يا أخي، الله يخلينا إياك. ألف مبروك. شكرا.